حضرتك شاركت في الاستفتاء النهارده؟ بكره ان شاء الله هروح اشارك. شاركت في الاستفتاء. لا طبعا اكيد ما شاركتش فيه. لا انا مقاطع للدستور. لا انا مش مشارك النهارده في الاستفتاء، مقاطع. لا انا مقاطع. لا ان شاء الله باذن الله انا رايح بكره. انا لسه رحت دلوقتي اسم الجيزه عشان المغتربين. الحمد لله شاركت في الاستفتاء. انا رايح دلوقتي استفتي ان شاء الله. حضرتك شاركت في الاستفتاء؟ اه طبعا انا بحب مصر وبحب ان انا انتخب لمصر طبعا. طبعا. اكيد. حضرتك؟ طبعا. الناس راحت صوتت ناجح ما صوتتش ناجح من الاخر، يعني عشان اجيب لك من الاخر. الشغل اجباري يعني هينجح. ما شاركتش لانه اشتراك باطل. السبب؟ انه دستور انا شايفه ان هو مش كويس. دستور 2012 كان احسن، هم عملوا تعديلات فيه، بس التعديلات اللي هم انا شايفها مش دوله، يعني مش هتبقى دوله ديمقراطيه فعلا. فاحنا عايزين حاله البلد تستقر ويبقى فيه استمراريه ويبقى فيه استقرار. نعم للاستقرار، نعم للديمقراطيه، نعم للامن والامان. وديت صوتي وقلت نعم الحمد لله لاستقرار مصر باذن الله. انا لاستقرار البلد، وعايزين نعيش عيشه كويسه، كفايه بقى المشاكل اللي بتحصل، وعايزين نوصل لامان. يعني البلد تمشي اكل عيش، لازم. انا ماليش دعوه لا بالفصيل ده ولا بالفصيل ده، انا ليا دعوه ان انا اكل عيش في البلد بس. لا ليا دعوه بمؤيد مين ولا معارض مين، انا ليا دعوه بحاجه واحده بس، لقمه العيش والبلد دي تقف على رجليها. فانا بقول نعم عشان خاطر حاجه واحده بس، عشان خاطر ان البلد تقف على رجليها بس، لا اكتر ولا اقل. عشان اقتصاد البلد ينتعش والناس كلها تعيش في سلام يعني. نتيجه كده معروفه، سواء انا نزلت وقلت نعم او لا فملوش اي لازمه، فانا عشان كده انا ما نزلتش. وعايزين نستقر في بلدنا، يعني البلد عايزه تستقر بقى. وبس كل اللي انا عايزه اقوله ان نعم للسيسي ونعم للدستور، وهو السيسي باذن الله لا يمسك البلد، يعني عشان عايزين البلد بس تبقى كويسه، يعني مش اكتر ولا اقل. عشان البلد تتعدل والاحوال تتعدل وكده، يعني مبقاش في مشاكل والبلد تقف وترجع زي الاول وكده. سبب كوسه، بلد كوسه بس، كوسه. يعني هو يعني لو محدش راح هينجحوه الاستفتاء. اعتقادي دستور الدم. السبب ان انا قريت دستور 2012 وقريت الدستور ده، انا شايف ان دستور 2012 بيحقق كتير من مطالب الثوره. الدستور ده ما بيحققش اي مطلب خالص من مطالب الثوره. مش في دماغي اساسا، لاني النهارده كان في حاجات كتير قوي اهم من ان انا انزل اساسا. في البعض بيقول ان كده نتيجه الاستفتاء محتومه ومعروفه، انت ايه تعليقك على الكلام ده؟ حتى لو كده برضو احنا بنعمل اللي علينا، وان شاء الله اللي بقى ربنا. لا في طبعا في صناديق انتخابات، والصناديق هي اللي هتقول رايها، والشعب هو اللي نازل، وهو الشعب هو اللي بيقول كلمته يعني. الشعب هو طبعا عايز البلد تستقر طبعا، وشايفين ان الاستقرار هو لازم يكون في حاله الجيش والداخليه لازم يكونوا هم ماسكين البلد. طبعا هي النتيجه، الجيش هو بيتحكم في كل حاجه في البلد دلوقتي، هي هتبقى نعم اللي هم عايزينه، صوتي ما يفرقش معاهم. اللي خلانا ما ننزلش لان هم واخدين رايهم اصلا، وعارفين هم هيعملوا ايه قبل اي حاجه، وقبل ما فيش راي يفرق معاهم خالص، ولا راي الناس يفرق، ونعم من قبل اي حاجه. خلاص انا ماليش لازمه خلاص. احنا مع الاستقرار، وعايزين نستقر. كفايه كده علينا، يعني احنا كفايه كده علينا.